أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانقطع الرجاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد أكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك
إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيئة وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من أخيه ردا ووزيرا، وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة ونهجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا، مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفوة من اصطفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك
وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطيته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى القضاء خلقك ثم نصرته بالرعب وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته بوى صدق من أهله وجعلت له وله أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ كان هو المنذرا ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه بل كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وقال من قلت أنا نبيا فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى
وأحله محل هارون من موسى، فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين، وأحل له من مسجده ما حل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته، فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي، وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي، وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور، مبيضة الوجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم، لا يسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، ولا يلحق في منقبة من مناقبه، يحذو حذو الرسول صلى الله عليه وآله، ويقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرب، وقتل أبطالهم، وناوش ذؤبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وحنينيا وغيرهن، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والمارقين، ولما قضى نحباه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين، لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الغادين،
والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتلا القتيل وسبيا من سبي وأقصيا من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى، لهم حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى العطايب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم فلتذرف الدموع، وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين؟ صادق بعد صادق وصالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الغادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟
أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين غادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافتراه أين المضطر الذي يجاب إذا دعاه أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحماء يا ابن السادة المقربين يا ابن اللجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المغذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأطايب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين
يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاغرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن الطغى والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أو ثرى أم رضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى يا صاحب الزمان بنفسي أنت من المغيبين لم يخلو منا بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرا فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من ذي لمجد لا يجارى
بنفسي ألتمي التلاد نعم لا تضام بنفسي ألتمي النصيب شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي الوجاب دونك وأناغا عزيز علي أن يبكيك ويخذلك الورى علي عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين الفوطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فوساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد السبيل الفتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناقلك الروية فنروى متى نلتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عيناك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر أترانا نحف بك وأنت تؤم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واشتدت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى
وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياثا، فأغيث يا فأغيث يا غياثا، فأغيث يا غياثا المستغيثين، عبيدك المبتلى وأرقي سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلاما، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه ومامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر، وعلى أبيه السيد الأصغر، وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من اصطفيت من آبائه البررة، وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك، وصلي عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وادحض به الباطل، وأدحض به الباطل، وأدل به أولياءك، وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه، وجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاشتغال في طاعته واجتناب معصيته. وامنن علينا برضاه
وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جدك صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا لا ظمأ بعده يا أرحم الراحمين. يا صاحب العصر فداك متى ترانا ونراك، يا صاحب العصر فداك متى ترانا ونراك، يا سيدي طال الصدى مولاي يا شمس الهدى عجل إلينا بالندى وانشر إلى النصر لواك، ليس لنا عنكم غنى متى تقر الأعين، يا سيدي ذاك المنى يوم يراوينا نداك، أينك يا نجم السراء في أي أرض أو ثرى، عز علينا أن نرى خلقا وفيهم لا نراك، أين بكم قر النوى سناك في رضوى ثوى، يا سيدي أمضي طوى، يا غائبا طال نواك، يا صاحب العصر الوحى، يا نازحا ما نازحا دارت على القلب الرحى، وما إلى القلب سواك، هل من معين في البلاء، هل من جزوع أعولا ساعدته إذا خلا ندبا وشوقا لسناك، ندبا وشوقا
سناك يا ويلي طال يوم ظهورك كل نتأمله يا صاحب الزمان بينا دمع فراق لجلك نغمله ويلي 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 والله ويلي نقرأ شم ندبى ونظل نسأل عليك والخجل يذبحنا واحنا بينك يا عمل قدمنا ونمجد إليك ويا دعاء من يمنا باسمك تقبل ويلي ويلي ندري عنك والله تحجبنا الذنوب يمتى من غفلتنا بس نرجع نتوب قلبك بصفحة عملنا شقد يذوب واحنا أمرك ندعي ربنا يعجله انت غايبنا اللي دوم النادي بيه وانت حلم الأنبياء اللي نرتجيه أبي رضوى أم طوى بأمرك نتي حارت بدربك يا مجد البوصلايا خذنا يمك والله ملينا العتاب يا شمسنا وصعبة يحجبها السحاب ودنا منك نظرة مو كافي الغياب اليمت بس دربك نشوفه ونوصل يمتى يومك يلفي لاظن بينا روح واحنا كل جمعة بدمع أجرك ننوح كل قلب مجدي من الجروح عن ظهورك والله تسأل كربلاء يا ابو صالح كل قلب باسمك يصيح وما يحس حال الجريح إلا الجريح يمتى تطلب سيدي ثار الذبيح وما أظنك تنسى نبلة حرملايا بينا ليل الملقى يا الغايب طويل نقسم عليك بجسد بالطف جديل واللي ظلت حايرة بلايا الكفيل والشمر يسبيها فوق الغازلة تنسى عماتك وسط مجلس يزيد أليمة تنسى عماتك وسط مجلس يزيد وقفوها بلا رحم مثل العبيد بخزرانة ويلكث براس الشقيد صيح حسين
تصيح غريب وزين العباد برقبته السلسلة يا أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجاي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي، مولاي مولى الكونين ونور العينين، أبا عبد الله الحسين زيارة عني ونيابة عن والدي وعن والدي وعن إخواني وأصدقائي بخصوص من قلدنا دعاء أو زيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك سيدي أبا عبد الله وعلى أختك جامعة الرزاوية يا زينب. نعم من أذكر زينب أجيب لك موقف ألم القلب. لما فقدت زينب أخيها الحسين يوم العاشر صعدت على التل نادت بصوت حزين يقرح القلوب. شنو قالت؟ تقول أخي حسين، نادت 3 مرات أخي حسين أخي حسين، إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. يا خويا لا تقول ما عندك مروة، والله ما عندك مروة ولا تقولي ضيعت الأخوة. أنا يا خوي مأخوذة قوة وصوت علمتوني تلوى، أي وصوت علمتوني تلوى. السلام عليك سيدي أبا عبد الله وعلى أختك جامعة الرزايا زينب وعلى أخيك وحاملي لوائك بالفضل العباس وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل وعلى ابن أخيك القاسم. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الإمام الله
سلام عليك يا شمس الشموس ويا غريب طوس سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا. سلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة وعلى أختك المعصومة فاطمة. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير. السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك فاطمة وعلى ابن عمك وصغرك وأخيك علي بن أبي طالب. السلام عليك يا رسول الله وعلى ولديك الحسن والحسين. السلام عليك يا رسول الله وعلى أبنائك المدفونين في أرض البقيع. رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. رزقنا الله في الدنيا نصرتك وفي الآخرة شفاعتك جميعا ورحمة الله وبركاته وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأقدس الأكرم يا الله. اللهم بحق هذا اليوم المبارك بحق الإمام الحجة الله فرج عن الحجة. اللهم شافي كل مريض فك كل أسير رد كل غريب. اللهم من أوصنا بالدعاء المستمعين الحاضرين فردا فردا. اللهم شافي مرضاهم اقضي حوائجنا وحوائجهم ارحم موتانا وموتاهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد علماء الدين واحفظ مراجعنا العظام إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والقائمين والحاضرين. رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها صلوات.